أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جنق الموقد، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سنخصصه للموضوع الرياضي، وبالتحديد مشاركة الفريق الأردني الأولمبي في أولمبياد والتي ستقام في طوكيو في 2021. واسمحوا لي أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، وهي ضيفة مميزة جدا وعلم من أعلام الرياضة في الأردن، وليست فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي. وهي صاحبة أول ميدالية أولمبية للأردن في أولمبياد الشباب في سنغافورة لعام 2010. أيضا هي صاحبة أول ميدالية فضية في بطولة العالم للناشئين والسيدات عامي 2010 و2013. أيضا حصدت العديد من الميداليات في بطولات مثل بطولات الأولمبية في أولمبياد آسيا، أولمبياد العرب. هي البطلة دانا حيدر توران. أهلا وسهلا بك دانا. أهلا فادي، شكرا كثير على المقدمة والاستضافة الحلوة بقناتكم، وبتشرف بوجودي معكم. أهلا فيكم بجميع المشاهدين. أهلا فيك دانا. طبعا السؤال الأول التقليدي والذي اللي يمكن تسمعيه أنت كل يوم، لماذا تايكوندو بالتحديد؟ وكيف بدأت طريقك في عالم الرياضة الكبيرة؟ سؤال حلو الصراحة. هلأ التايكوندو بلشت فيها أنا صراحة من دعم وإرشاد من المدرسة. كان إرشاد من معلمة المدرسة بأنه إرشاد لأهلي بأنه لازم دانا تلعب رياضة وعندها ميزات بهذا المجال وهيك. فصراحة دخلت بأكثر من رياضة، وأول واحدة كانت من دعم حتى من المدرسة، والمعلمة كان اسمها كانت في مدرسة رهبات ناصرة. نسيت الاسم للأسف، بس دخلت بكيك بوكسينج أول إشي. مش كتير حبيت الرياضة. بعدين ردت أكدت على أهلي إنه لازم أفوت في أي رياضة يعني بحبها أو بحس إنه عندي شغف لها. وفعلا يعني من وقتها لما اتجهت للتايكوندو كان المركز قريب من عندي، وحبيت جدا الرياضة. ومع هيك فادي يعني أنا استمريت بكتير رياضات تانية، سباحة، ألعاب قوة، باسكت بول، سواء بالمدرسة وخارجها. بس لما إجا وقت الجد يعني ضليت بالتايكوندو. ما شاء الله. طيب دانا، يا ريت لو تحكي لنا شوي عن هذه الرياضة. ما هي رياضة التايكوندو؟ صحيح. هلا رياضة التايكوندو زي ما كل حدا بيعرف هي نوع من أنواع الرياضات القتالية. هي إذا بدنا نميزها عن باقي الرياضات ممكن نحكي إنه 70% ل 80% بتنلعب بالجسم السفلي بالأقدام، و30 ل 20% بالجسم العلوي اللي هو الجزء العلوي اللي هو الإيدين. رياضة التايكوندو اللي بيميزها مثلا عن الكاراتيه، عشان ما يصير في خربطة للمشاهدين، رياضة تايكوندو بيتم الاحتكاك أو الضرب فيها بكل القوة، بس بيكون اللاعبين لابسين واقيات بروتكشن للجسم والراس والأيدي والأرجل وكل أطراف الجسم. رياضة الكاراتيه طبعا بيكون في لابسين بروتكترز للأطراف والإيدين، بس ما بيكون بالحلبة اللعب بأقصى قوة. هذا الإشي بيكون ممنوع فيها. عدا عن هذا رح تشوف برياضة التايكوندو الفنيات والمهارات جدا عالية. يعني ممكن تشوف زي لما طفل صغير، وأنا يعني بتذكر وأنا صغيرة أول ما شفت أولمبياد 2004 أو حتى 2000، كانوا هدول اللي كتير شدوني لهاي الرياضة. أنت بتلاقي قدامك يعني فن رسمي، اللاعبين بتحسهم بيطيروا، بتحس إنه اللاعب بيلعب بكل خفة ولياقة ورشاقة. بنفس الوقت بتلاقي الإجرين فجأة بيطلعوا كتير عالي. فهاي أشياء كتير حببتني بالرياضة. طيب دانا، رياضة التايكوندو أين هي في الأردن؟ وين إحنا واصلة عندنا مستوى هذا النوع من الرياضة؟ ويا ريت كمان نحكي عن استعدادات المنتخب الأولمبي بالتحديد في هذا المجال من الرياضة. تمام.
رح تستغرب فادي بناء على إحصائيات سواء بعدد الأندية أو بعدد اللاعبين المنتمين للمراكز، رياضة التايكوندو في يومنا الحالي تعتبر هي اللعبة الشعبية للأردن، وهذا الإشي بعد طبعا الإنجازات اللي حصلت، وآخرها كان الإنجاز الأولمبي من أحمد أبو غوش. هذا الإشي بعطيك حتى فكرة كيف إنه الرياضة ممكن ترتقي بإنجازات لاعبينها، وبنفس الوقت بيورجيك أهمية وجود خلينا نحكي رول موديلز أو لاعبين سواء على البنات أو الرجال في المملكة، وأهمية الدعم للرياضة والرياضيين. طيب موقع الأردن بالنسبة لدول العالم، شو المركز اللي احنا بنحتله يعني كمستوى يعني على المستوى العالمي؟ تمام. هلا رح احكي اكثر عن رياضه التايكوندو خصوصا، وهي خليني ارجع لك من الماضي كمان عشان اعطيك تدريجها. يعني احنا بلشت الرياضه تكون اولمبيه من عام 2000، وهو كان الاولمبيكس باثينز. من هذا الوقت الأردن كان لها اسم دائما بهاي الرياضة، وكان لها لاعبينها المميزين والأسماء الفذة خلينا نحكي. بس ما يعني رح أكون واضحة وصريحة، قبل الدعم ما كان أو الاهتمام بالرياضيين بالشكل العلمي والمدروس ما كان هذا الإشي موجود، فالإنجازات كانت تيجي طفرات فردية. مع ذلك كان عندنا أسماء ولاعبين مميزين وأبطال معروفين باسم باللعبة. تم هذا الحكي لحد أولمبياد 2012 أنا تأهلت عليه بس ما شاركت بسبب إصابة. بعدين إجا أولمبياد 2016 أحرزنا فيه إنجاز زي ما حكيت لك، صار الاهتمام كتير كبير بالرياضة. حاليا وضع الرياضة بعد بال 2017 خلينا نحكي ليومنا الحالي انقلب أكثر من 360 درجة. وممكن أحكي لك لقدام كيف هاي القلبات الإيجابية خلينا نحكي، وبأي منظومة صارت بالأردن وكيف الاتجاهات صارت. أكيد طبعا، ويعني كلامك في عندنا لاعب لازم نذكر احنا اللاعبين نعطيهم حقهم. في اللاعب البطل أحمد أبو غوش اللي حصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد الصيفية بال 2016 أتوقع، صح؟ نعم. هو الحائز على ميدالية ذهبية في ريو دي جانيرو. طبعا دانا، بس في شغلة يعني هل هناك مشاكل في الأردن تواجه الرياضيين وبالتحديد يعني لاعبي التايكوندو؟ يعني خلينا نحكي. هلا راح احكي لك عن المشاكل بشكل عام. الرياضه بالاردن في صعوبات موجود، ممكن انه ادرج لك اياهم كالاتي. اول إشي ما عندنا عقليه الاحتراف للاسف، هذا الإشي مش موجود سواء عند اللاعب او حتى بالمجتمع. الاحتراف اللي بندرج تحته الدعم المادي، الدعم الإعلامي كمان، الدعم المعنوي كمان، حتى من منظومات تانية سواء من الجامعات إنه يكون في تعاون أو يكون في أكاديميات تابعة للمؤسسات أو الاتحادات الأردنية. ما في عقلية الاحترافية. شوي ممكن نحكي المجتمع برضه ممكن يكون شوي عنصر سلبي للرياضيين بأكثر من جهة، وخصوصا مع أنه أنا ما واجهت هذا الإشي شخصيا، بس رح أحكي عن زميلاتي وخصوصا اللاعبات البنات بيواجهوا مشاكل مع المجتمع طبعا أكيد. زي ما حكيت لك الحمد لله هذا الإشي ما واجهته بمسيرتي الرياضية. ممكن كمان صعوبات نحكي صعوبات طبعا مالية برضو، لأنه زي نرجع بنرد نحكي ما في العقلية الاحترافية بالوطن العربي وبالأردن للأسف. تفضلي. لا أنا ما كنت سامعتك بس. أنا المايك عندي يمكن هلأ سامعتني؟ تمام.
اللي بدي احكي انه احنا حالفنا الحظ كثير انه هلا بالوقت الحالي انت عضوه في لجنه التطوير في الاتحاد العالمي للتايكوندو. اكيد عندك افكار، وزي ما بيقولوا احنا اولى فيها بالنسبه للاردن. اكيد طبعا يعني اللي عندك في بالك او عم بيصير هذا هالايام على ارض الواقع اللي هو طرق لايجاد حلول لهذه المشاكل. يعني طيب، لامتى بده يضل عندنا هاي المشاكل او هذه العقليه او هذا الفكر اللي لا يعاصر او لا يناسب الان الموقف او الموقع، موقع الاردن ك في لعبه التايكوندو، يعني كبلد منافس على الميداليات الذهبيه والفضيه والمراكز الاولى يعني. صحيح صحيح. فادي، يعني سؤالك جدا رائع بشغله كثير مهمه يمكن الناس غايبه عنهم. كل حدا بفكر الرياضه انه هي بس يعني يلا بيلعبوا هالجيم وبنشوف هذا اللعب وخلص خلصت، ما في من وراء ما بيعرفوا ما وراء الكواليس. انت عشان يوصل عندك فريق بجاهزيه كامله في وراءه سنين تخطيط واعداد وتنفيذ، وهو الاهم من الحكي بس. أنا برأيي الرياضة عشان تتطور لازم يكون في التخطيط الجيد ووضع الأسس والمعايير اللازمة والقواعد والقوانين في هيكلة المؤسسات وبهيكلة الاتحادات الأردنية. هذا الإشي بيتم وبتحسن والرياضة بتطلع عنا بشكلها الصحيح. وطبعا الرياضة هي فادي مش بس الاحتراف، في عندك كمان بسموها سبورت فور اول، واللي هي الرياضة العادية لكل المواطنين. لما ينحط القواعد أو الأسس الصحيحة لكل فئة إحنا بنستقصدها، المجتمع كله بتطور، الرياضيين عندنا بتحسنوا. وإذا كانت طبعا التدريبات والخطط الموضوعة بشكل علمي فالإنجازات مضمونة، لأنه اللي بيميز فريق عن آخر إحنا كأجسام وطن عربي وأردن، إحنا أجسامنا جدا رائعة بمقارنة بالدول الأخرى. اللي بيميز ممكن أصحاب الإنجازات، أنا ما بحكي عن الإنجازات الفردية، بحكي عن الفريق كامل بيكون ينجز. يعني عن دولة عندها بتطلع من الأولمبيكس ب30 ميدالية مثلا، ما شاء الله. طبعا أكيد البوبوليشن أو التعداد السكاني بيأثر، بس برضه في أسس ومعايير هي كمان بتساعد. وليش ما نكون إحنا واحدة من هاي الدول اللي نرجع من الأولمبياد بكمية ميداليات؟ وهذا طبعا بده تخطيط. أنا برأيي كل إشي ببلش من فوق، يعني من بداية الهرم التخطيط لأي إشي أو كل الاتحادات، من هون عندنا ببلش التحسن إن شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله يكون صوتك ان شاء الله راح يعني الناس المختصين والمعنيين بهذا الموضوع يكونوا عم بيتابعونا كمان ويتابعوا هذه الحلقه ويشوفوا. وان شاء الله يعني نحن في ايدي امينه اذا انت بتكوني ان شاء الله داعمه لخطط التطوير بالاخص لرياضه التايكوندو. بس نرجع لدانا. يعني لو انت مو لم يعني لو ما اخترتي لعبه رياضه التايكوندو يعني كبدايه كرياضه ومن ثم كمهنه ويعني كبروفيشنال، من ستكونين؟ يعني شو كانت دانا لو مش لا بطله من بطل يعني ابطال التايكوندو؟ صحيح. السؤال شوي صعب، لانه اذا ما كنت يمكن بطلة تايكوندو كنت راح اكون يعني بتمنى بطلة ثانية برياضة ثانية لانه كان عندي شغف كثير كبير للرياضة، ويعني كنت احسها إشي كتير أساسي بحياتي. بس في شغلة إنه الواحد بكل مرحلة بحياته بشوف حاله بشكل جديد. فدانا اللاعبة مثلا هلأ اعتزلت اللعبة من 2015، فهلأ عم بشوف حالي إشي جديد ممكن ما كنت بعمري رح أوصل له إذا ما كنت خلفيتي رياضية. الإدارة الرياضية وحتى الإدارة بشكل عام، وهي الإدارة جدا مربوطة على فكرة بالبزنس، خلينا نحكي كمان.
بعتبر حالي محظوظة إنه كان عندي خلفية رياضية عشان إن شاء الله كمان بالإدارة حالياً يكون إلي إن شاء الله بصمة بالمستقبل بإذن الله. انا يعني بتوقع انك انت اعتزلتي لانه ما ضل حدا تضربي، ضربتيهم كلياتهم. انا يا ريت المخرج، انا حضرت شويه صور، يا ريت المخرج يحاول انه يعني يفرجينا هاي الصور، يستعرض لنا اياها. ممكن انه يا ريت لو تحكي لنا عنها صوره صوره، اشياء معبره واشياء مؤثره جدا، واصحاب القلوب الضعيفه يديروا بالهم. يا ريت لو هلا الصور نعرضهم. هاي الصوره وين وكيف وليش وشو صار بعديها؟ هاي بأولمبياد مش بأولمبياد عفوا، بالألعاب الآسيوية ب 2010 كانت بالصين. من أكثر البطولات المميزة عندي لأنه والدي الله يرحمه كان من ضمن الجمهور الحاضر وكان مشجع إلي، ويعني كيف فعليا فادي أنت بتكون بالملعب وحواليك آلاف من الجماهير، وخصوصا بالصين يعني أنت بتحكي الشعب كل إذا بيجوا شوي بيكون الملعب فوق كم ألف. فصحيح. ففعليا كنت مش شايفة ولا حدا من الجمهور إلا والدي، فكانت هاي جدا مميزة، ويعني بالنسبة لي إنه كان موجود الله يرحمه. الله يرحمه. الصورة الثانية هاي كانت على النهائي مع لاعبة الصين تايبي التايوانية. للأسف هون خسرت، بس يعني كانت هي زي ما أنت شايف الفرحة كتير كبيرة بوجهها. وأنا حاولت إنه طبعا أكيد واحد الرياضة فوز وخسارة إنه آخذ الموضوع بروح رياضية، وبالعكس سلمت عليها وعلى مدربها. فيعني من اللحظات الجميلة برضو بعتبرها. ممتاز. طيب هنا كان في فوز التتويج بنفس البطولة. أحرزت وقتها فضية، وهي كانت على فكرة من أول بطولة للسيدات اللي هي الفئة الأعلى مش الناشئين. كان عمري 17 سنة بس لعبت مع فئة السيدات وأحرزت وقتها الفضية، وكان يعني إنجاز له صدى، خصوصا إنه الفريق الأردني بالتايكوندو وقتها جبنا أتوقع 3 ميداليات بس. ما شاء الله. أوكي. الصورة الثانية. أوه هاي كانت مع لاعبة فلبين. كانت مباراة قبل نهائية، واجت الضربة كانت على الوجه. كان بيميزني بالملعب فادي السرعة الكتير عالية، يعني كان أسلوبي شوي غريب على لعب البنات لأنه كنت كتير سريعة بالملعب. فمن الضربة هون ببين إنه شوي كانت مفاجئة، فجأة رجلي طلعت. أكيد. نعم. الصورة اللي بعديها، هاي صورة أنا كتير على فكرة ركزت فيها، حاولت أعرف شو اللي عم بيصير. هاي شو هاي الضربة؟ هاي شو اسم الضربة هاي؟ أوكي، اسمها باك تيرنينج. هي الضربة اللي خلينا نحكي الخلفية، بس هي بتمشي الرجل من الخلف بتطلع للوجه. فهاي كانت مع لاعبة باكستان بأولمبياد الشباب 2010. كانت هاي اللعبة على الميدالية البرونزية، فوقتها فزتها بعدم تكافؤ. وحتى كان في إشي كتير مميز بهاي اللعبة بهاي الجيم، إنه ضربتها واقية الراس وطارت واقية الراس، فضلت هاي مميزة البوينت علي. هو واضح إنه حتى هي أتوقع إنها ما توقعت من وين جت الضربة ولا عرفت شو صار معها يمكن، وأكيد عدم تكافؤ. ما شاء الله. تسلم. ضل صور، في صورة ثانية. هاي لما زي ما قلت لك كان عمري 18 هون، او حتى سوري 17، وتأهلت لأولمبياد لندن 2012. فرحتي بهاي البطولة كانت لا توصف، لأنه أنجزت قبلها أول ميدالية كانت للأردن بأولمبياد الشباب فضية، وهي كانت أول ميدالية للذكور والإناث. ولحد يومنا هذا الحمد لله يعني نتمنى طبعا الأجيال الجديدة تكسر الرقم، بس لحد يومنا هذا الإنجاز موجود. هاي كانت الستيب اللي بعديها، الخطوة اللي بعديها اللي هو أولمبياد الكبار.
وكان يعني وقتها أحرزت البرونز وتأهلت، وكنت بنفس الوقت توجيهي. يعني كانت سنة حافلة جدا، والحمد لله كان في نجاح على الصعيد الرياضي والدراسي. ما شاء الله. عم بطلع على هاي الصورة واجى على بالي يعني انه عم بدعي ان شاء الله لابطالنا. عفوا. عم بدعي لابطال. إذا بتحب ممكن أكمل حكي عن الصورة برضو. هاي كانت طبعا بتايلاند، ويعني تأهلنا وقتها 3 لاعبين برضو، وبرضو ببطولة جدا مميزة علي لأنه برضو والدي كان موجود فيها. وبنفس الوقت كنت في عمر صغير، فكان شوي يعني الموضوع كبير بالنسبة إلي إنه أتأهل لأولمبياد لندن. هاي الصورة كانت ببطولة العالم 2011 على ما أتوقع، بطولة العالم للسيدات والرجال. والصورة هاي هي نفسها اللقطة اللي تصورناها قبل، اللي هي اللي قلت لي عنها مع اللاعبة الباكستانية بأولمبياد الناشئين. وكانت كنا بالبطولة عادي، وفجأة لقينا جرايد، هي كانت بكوريا، وهي أحد الصحف الكورية، وكانت محطوطة الصورة بأول صفحة بالصحف الكورية، وكاتبين عن افتتاح بطولة العالم بكوريا وحاطين صورتي فيها. فكان شعور كتير حلو إنه الواحد يلاقي حاله بالصحف الكورية. ما كنت عارفة بهذا الوقت إني رح أروح على كوريا وأدرس أكمل دراستي الماجستير فيها. فكان برضو يعني من الذكريات الجدا حلوة. هون كان هذا تصوير للكامبين إعلاني عن اللاعبين المتأهلين لأولمبياد لندن، وكان هذا يعني الصورة اللي المفروض إنه يحطوها على كلاعبة متأهلة للأولمبياد. هاي صورة ببطولة العالم 2013. هاي البطولة كانت، هاي اللقطة كانت بالمباراة النهائية. طبعا فادي احنا ما كنا محرزين اي ميدالية في بطولة العالم من التسعينات، فالحمد لله وقتها ب 2013 احرزت اول ميدالية للسيدات والرجال حتى، وكانت فضية، وأول ميدالية عالم للأردن في رياضة التايكوندو. هاي كانت بالمباراة النهائية. هذه كانت نفس بطولة العالم اللي هي بالمكسيك مع لاعبة مصر. هذا كان على الميدالية البرونزية. طبعا فرحة خيالية كانت، لأنه كانت هاي الجيم إذا بفوز فيها بطلع بضمن ميدالية، وكانت وقتها برونز، وبعدين بقدر أكمل على الجيمات اللي بعدها. أنا آسف على الانقطاع. كان السيجنال اشتغل. كنت عم بحكي عن شغلة إنه إحنا بهاي الإنجازات وبهاي الصور أرجو أن يكون رياضيين خصوصا اللي راح يشاركوا في ألعاب الأولمبياد في طوكيو لهذا العام. على سبيل المثال جيليانا الصادق مواليد 1 فبراير 1996، هي لاعبة تايكوندو. لا عفوا، هي مواليد 9 ديسمبر 1994، لاعبة تايكوندو أردنية فازت بالميدالية الذهبية في بطولة تايكوندو في الألعاب الآسيوية لعام 2018. وأيضا صلاح الشرباتي هو لاعب تايكوندو أردني أيضا تمت يتأهل إلى أولمبياد طوكيو لعام 2021. نتمنى لهم التوفيق، إن شاء الله بنشوفهم في هيك صور وميداليات ويجيبوا المركز الأول إن شاء الله. بس غير هذا المحفز دانا،
شو المحفز الرئيسي للرياضي حتى يتخذ الرياضة كمهنة؟ نرجع لموضوع إنه امتهان الرياضة وتحقيق الإنجازات. بس اسمح لي أول قبل ما أجاوب على السؤال بدي أوجه تحية للاعبينا المتأهلين جوليانا وصالح، وكمان اللاعبين الآخرين من الرياضات الثانية، ونتمنى لهم التوفيق وإنه يرفعوا راسنا طبعا بالأولمبياد. بالنسبة للحافز للرياضي أو للرياضيين بشكل عام، شخصيا بحس بيختلف الحافز من شخص لآخر. فكلمة الحافز بتوقع إنه الإشي اللي بيخلي الرياضي يستمر وجود هدف، وما يكون بلعب بس لمجرد اللعب أو السفر، أو قد يكون السفر هدف، ما بعرف لبعض الرياضيين، بس يكون في عنده هدف يعني حقيقي. بتخيل هذا اللي بيخلي الواحد يستمر واللي بيميز البطل عن الآخر، لأنه بالنهاية البطل كمان هو لازم يستمر، سواء يعني بغض النظر عن أي صعوبات بيواجهها. فوجود هدف أساسي ورئيسي للرياضي هو اللي بيخلي عنده الحافز إنه يستمر. ممكن يكون الهدف أهله، ممكن يكون الهدف رفع العلم الوطني، ممكن يكون الهدف مادي كاحتراف مثلا، ممكن يكون الهدف يعني بغض النظر تختلف من شخص لآخر، بس لازم يكون هذا الإشي موجود. طيب دانا، في يعني اكيد في عندنا رياضيين برضه خصوصا بلعبه التايكوندو لم يحالفهم الحظ، لم يتاهلوا يعني الى اولمبياد طوكيو. في هاي اللحظات مرات الواحد بيفقد الايمان بنفسه، ثقته بنفسه، بتصير هاي اللحظات الصعبه في حياه الرياضي. شو لازم الواحد يتصرف في هيك موقف؟ يعني في هاي الحاله النفسيه اللي ممكن يتعرض لها اي رياضي في العالم. حقيقة بحس يعني الرياضي اللي بيميزه لما يتعرض للحظات صعبة أو خسارة أو إصابة لا سمح الله أو أي إشي سلبي، هذا الإشي بيقويه وما بضعفه. سؤالك إنه إذا فقد الإيمان بنفسه، بتوقع الرياضي الحقيقي أو البطل، وهذا ما يميز البطل عن اللاعب العادي، بالعكس بيسترجع قوته طبعا، وبحاول إنه يرجع حاله. زي ما قلت هذا برضو برجع للحافز الأساسي، اللي هو لما يجي بده يفقد الأمل برجع بتذكر الحافز الأساسي، فبرجع بيستمر. يعني بتخيل هيك بتكون النظام عند اللاعب او الرياضي او البطل في الاوقات الصعبه لما يمر فيها. طبعا اكيد بيكون في يعني موجهين، في ناس اصحاب خبره سابقه، يعني مدربين يوجهوا يخلوا الرياضي يكون عنده هدف ويضل مركز ويوصل لهذا الهدف. بس في مثلا خلينا نحكي عن الاولمبياد. هل يعني هل هو من الصعب على الرياضي الوصول الى الاولمبياد؟ عشان نبسطها كمان للمشاهدين، هلا الناس بتسمع اسماء بطولات كثيره وهيك، بس عشان يكونوا فاهمين اكثر، الاولمبياد هو اعلى بطوله ممكن يلعبها اي رياضي. الاولمبياد هو يعتبر شيء اقوى من بطوله العالم، بعدين بيجي بعديها البطوله القاريه اللي هي سواء اسيا او اوروبا او افريقيا، بعدين بيجي مثلا عرب، وبعدين مملكه، وهكذا. الأولمبياد هو يعتبر المنافسة العالمية لأفضل لاعبين قد يمثلوا بلدانهم اللي هم ممكن تأهلوا، وبعض البلدان طبعا ما بتتأهل. فهو يعتبر البطولة الأصعب في مسيرة أي رياضي، وحلم كل رياضي هو التأهل له وإحراز نتيجة. هل من الصعب التأهل للأولمبياد؟ أكيد مش سهل، بس هو ممكن طبعا. أنا بعتبر كل إنجاز هو لا يمثل بشخص واحد. صحيح صاحب الإنجاز هو تعب كتير بيكون، بس الإنجاز لما يجي بيكون جاي من أكتر من عامل، سواء المنظومة بتكون صح، التخطيط صح، مدرب طبعا اللعبة ومدرب اللياقة وإلى آخره. يعني هي بتكون إنجاز نابع من منظومة كاملة. والظروف المحيطه اكيد، يعني أكيد. الدعم بيكون
الحقيقي، الدعم الايجابي، الضغوطات يعني بتكون خفيفه اقل ما يمكن. احنا عم نقرب على سؤال برضو انا حاب اسالك اياه، اللي هو برأيك ما مدى أهمية التنافس الرياضي في الألعاب الأولمبية تحت راية ورموز بلده الوطنية؟ هل الألعاب الأولمبية تساعد في تطوير الرياضة في الدول المشاركة؟ يعني هلا الواحد عم نحكي عن الحوافز، عم نحكي عن الدعم المعنوي، شو شعورك وانت عم تحملي العلم الأردني وداخلي فيه على الأولمبياد؟ صحيح. هذا السؤال بذكرني بسؤال قبل نسأل إنه عن الحافز للرياضي. نعم. صدقني فادي رفع العلم والنشيد الوطني قد يكون حافز للرياضي. يعني في رياضيين تخيلوا حالهم إنه أنا هدفي هلأ الأساسي إنه أنا بدي أسمع النشيد الوطني، أو أنا بدي أشوف علم بلادي بيرفرف مع أقوى دول في العالم. نعم. هذا الإشي كتير إشي كبير للرياضي بنفسه، وطبعا لدولته، وفي اعتبارات. يعني إحنا دائما بنشوف أقوى دول بالعالم تهتم بالرياضة وبتحب تخلي ممثليها الرياضيين في أعلى المراكز. فهذا الإشي كتير مهم للرياضي والدولة. طيب دانا، في موضوع بخص، يعني خلينا نحكي شعبنا الشركسي بشكل خاص. هو موضوع اللي بيناقشه الآن المجتمع الرياضي بشكل عام، هو يعني فضيحة تعاطي المنشطات للفريق الروسي لبعض من يعني أعضاء الفريق الأولمبي الروسي. هلا بدي أقرأ لك إياه. يناقش المجتمع الأردني الآن بنشاط قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمنتخب الروسي، والذي بحجة مكافحة المنشطات تم حرمان الرياضيين من فرصة المنافسة تحت علم ونشيد بلدهم في بطولة العالم والألعاب الأولمبية. والآن وحتى عند المشاركة كرياضي بصفة محايد، فيجب أن يخضع جميع الرياضيين اللي هم رياضيين، يعني خلينا نحكي اللي موجودين الشركس الموجودين برضو، اللي يعني بحياتهم ما شافوا شو ولا بيعرفوا شو المنشطات، الموجودين بالفريق الأولمبي الروسي، يعني عليهم جميعا أن يخضعوا إلى سلسلة من إجراءات اختبار تعاطي المنشطات. ومن الممكن إبعاد أي رياضي في أي وقت من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لمجرد فقط الاشتباه به. بطبيعة الحال وكما يعلم الجميع، فإن الرياضيين الشركس من سكان الجمهوريات الشركسية يعانون أيضا من هذا القرار، والذين لم يتعاطوا أبدا المنشطات. ما رأيك يعني دانا بقرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فيما يخص المنتخب الروسي بشكل عام؟ هذا السؤال راح أنا أرد، يعني برد أعيده بس بطريقة مختصة أكثر، ولكن رأيك بقرار الوكالة العالمية؟ تمام. هلأ طبعا إحنا يعني للأسف إنه صدر هذا الإشي وهذا القرار. جدا صعب على أي لاعب إنه يلعب بشكل محايد بدون علمه، بدون خلينا نحكي بلده، الاعتزاز ببلده، إنه يكون موجود بهذا المحفل العالمي بعلمه الوطني. جدا صعبة، وجدا صعبة على أهلنا اللي عايشين بروسيا. بس خلينا نرجع للقضية نفسها وأسبابها وكيف صارت لهذا المستوى. حسب معلوماتي اللي صار الفضيحة بتعاطي المنشطات صار ضد الموضوع، صار ضد من الوكالة العالمية أو الجمعية اللي هي وادا، الجمعية العالمية لمكافحة المنشطات. بيكون هاي الجمعية بيكون في كل بلد موجود يعني فرع إلها، في بالأردن، بروسيا، بكل محل، وطبعا بتكون مسمية على اسم البلد. للأسف إنه اللي سمعنا إحنا فيه إنه منظمة التعامل مع المنشطات في روسيا كانت إلها إيد أو ضلع بالتسريب أو تسريب النتائج أو تغييرها اللي صار. نعم. صحيح، اللي صارت للاعبين. فهذا الإشي أدى لأنها هي بتكون تابعة تحت الحكومة الروسية، وهي تابعة بتكون تحت اللجنة الأولمبية الروسية. نعم. وهي تسمى مثلا رادا أو رادو بروسيا. رادا. الأردن مثلا جادو،
وادا هي العالمية، فهي بتكون تابعة تحت الحكومة أو المنظومة الروسية. نعم هي متابعة للحكومة الروسية. نعم صحيح. فبناء على هذا المنشطات اللي أو تغيير النتائج اللي صارت اتهام للحكومة نفسها، فصدر من خلالها عقاب جماعي لجميع اللاعبين بهذا الإشي. طبعا احنا بنحكي للأسف، وهذا الإشي خارج عن الروح الرياضية أصلا، وكيف إنه يصير هذا التغيير بالنتائج أو إنه أحد أفراد، يعني هي بتكون فردية، خلينا نحكي هم اللي بيكونوا أخذوا المنشطات. للأسف صدر الحكم على الجميع. طبعا هي زي ما بتعرف كانت ل4 سنين منع وحرمان اللاعبين من تمثيل بلدهم. تم إعادة النظر بالقرار وصارت 2 سنين، وهي حرمانهم من أولمبياد طوكيو والدورة الشتوية كمان ب 2022 ببيجينغ أتوقع، وبنفس الوقت ببطولة كأس العالم بقطر. نعم. احنا طبعا ضد اي المنشطات بشكل عام. العقاب للاسف صار جماعي لانه يندرج تحت الحكومه الروسيه. طبعا فادي كل الامور المحاكمه وهاي القصص بالقضايا الرياضيه، حتى بتكون في محكمه رياضيه خصوصيه يعني بتستلم هاي الملفات وبتنظر بامرها بناء على الميثاق الاولمبي اللي موضوع من 50 ل 60 رول، بناء عليهم بيقرروا فيهم، وهم بيناقشوا جميع القضايا، سواء الداعمين، الشركات الداعمه، السبونسرز، المنتخبات الوطنيه، الاتحادات الاولمبيه، يندرج تحتها كل شيء. فهذا الموضوع صحيح، هذا الموضوع له ابعاد كبيره، له ابعاد، خلينا نحكي، لانه القضيه صارت على انه هذه المنظمه تابعه للحكومه الروسيه فالعقاب جماعي. فللاسف هذا الإشي صار. هذا دانا اللي بدي اسالك عنه، يعني هل هذا القرار فيه يعني نشتم رائحه السياسه من خلال هذا القرار اللي هو بالعقوبه الجماعيه؟ يعني يمكن لانه روسيا او الصين كمان عم تلحق روسيا، يعني مش ضمن التحالف، مش من دول محالفه للولايات المتحده الامريكيه. يعني برايك الشخصي، انا حاب اعرف وجهه نظرك. شخصيا انا بحكي لك الرياضه مش بعيده عن السياسه ابدا، عشان هيك احنا دائما بنلاقي الدول المتطوره دائما تتنافس على انها تكون هي بالمراكز الاولى، والفرق تبعتها كلياتها تحتل المركز الاول عالميا بالانجازات. وهذا يعني انه الرياضه شيء كثير مهم لابراز قوه الدوله ونفوذها وسيطرتها حتى على باقي الدول. فالموضوع فيه سياسيا طبعا، لانه احنا بنعرف للاسف برضه بيصير في تعاطي منشطات بشكل، خلينا نحكي، ممكن فردي، وممكن انه يكون الاشي اللي صار بروسيا قد يكون فردي، ولكن تعممت المشكله كجماعي وكحكومه روسيه عشان يصير العقاب لروسيا. فكل إشي وارد. الموضوع سياسي صحيح، له أبعاد كبيرة زي ما حكيت لك، أبعاد سياسية وقد تكون اقتصادية كمان، وإلها دخل طبعا زي ما حكيت دول عظمى وبتحب يعني بيكون يعني تنتهز فرص لكسر منافسينها. طبعا اكيد طبعا. دانا، يعني طيب بصفتك انت كخبيره، يعني هلا انت عندك خبره ما شاء الله كبيره في عالم الرياضه على مستوى العالم، على مستوى الدول يعني. طيب هيك قرارات وهيك حرمان يعني هل يؤثر ذلك بشكل عام على المستوى الرياضه للنخبه؟ يعني انا كمان لما اكون مثلا هلا من امريكا، ما في يعني اذا حرمت روسيا انا مع مين بدي العب فراح افوز، يعني هل بيأثر هذا على المستوى بشكل عام للرياضه في العالم؟ صحيح، وهذا سؤالك كمان بذكرني بسؤال قبل وما جاوبته دقيق. بيأثر على اللاعبين، وبيأثر على النظام العالمي، وبيأثر على نظرة الدول لهاي الدولة، ونظرة الدولة لنفسها كمان. لما أنا أكون مثلا لاعب داخل بعلم بلادي، خلينا نعتبر إنه أنا بلعب باسم روسيا وما أكون
ما في حافز، لانه انا لما افوز ما راح ارفع علم بلادي. هذا صدقني شيء كثير يعني بينزل من عزيمه اللاعبين. اما بالنسبه لباقي الدول فبصير موضوع الاستهانه والطعن في النتائج الدول زي ما حكيت. ممكن لاي سبب من الاسباب يحكي لا اللاعبين الروس اللي هم محيدين بدنا نعيد لهم الفحص مرتين وثلاثه، وهذا كمان تلاعب نفسي للاعبين ورفع من معنويات الدول الاخرى. الشغله الثانيه بياثر على المجتمع، بياثر على الدوله نفسها كمان. نظره الشعب والناس للرياضه بتتاثر. بصير يحكي الشخص العادي اللي عنده اطفال بقول لك انا لا، ليش اودي اولادي يصيروا يتعاطوا منشطات؟ اوكي يكونوا بيمثلوا بلادهم ويتعاطوا. فهو كسر لصورة البطل والرياضة في المجتمع كامل وفي الدولة حتى كاملة بروسيا. وهذا طبعا قد يكون افتعالات شخصية طبعا. طبعا اكيد يعني حكيتي يعني 100% صراحة. يعني حتى في دول ثانية وين يعني الدول المعروف عنها في تعاطي المنشطات ما صار عليها هاي العقوبات يعني. بتلاحظي انه الموضوع موضوع دول واختلافات يعني امور خلينا نتركها. خلينا نحكي دانا عن مخططاتك انت في مجال الرياضه. يعني هل نحن بانتظار انجازات جديده؟ سؤال جميل. للوهلة الأولى لما أسمعه بفكر إنجازات ميداليات. طبعا أنا اعتزلت من 2015. كلمة الإنجاز حاليا بالنسبة إلي كدانا تعني إنجاز في تغيير شيء، تغيير مجتمع، تغيير شيء ينقص، يعني شيء بنقصنا أو تغيير أخطاء شائعة. الإنجاز اللي أنا رح أعتبره إنجاز زي ما حكيت لك إني أغير إشي بالمجتمع. الميداليات الحمد لله يعني الواحد جاب كتير، بس هلأ أتطلع لإنجازات بقدر أأثر فيها على صعيد الدولة وحتى الصعيد العالمي، وإن شاء الله هذا الإشي إنه يكون عاجلا. احنا المشكله الوقت عم بداهمنا، ولكن انا لازم اسالك كمان في سؤال كثير مهم. انا بنظري انه انا يعني كأنت برضه كخبيره، النصيحه اللي بدك اللي ممكن توجهها للرياضيين وخصوصا من سن الشباب الصغار بالعمر اللي حابين يربطوا مستقبلهم في لعبه التايكوندو، ايش تحكي لهم؟ شو بتحكي لاولياء امورهم؟ طبعا أنا بنصح على بممارسة الرياضة، مو بس التايكوندو، أي رياضة الواحد بيشوف حاله فيها. بدنا نميز كتير منيح إنه في رياضات فردية وفي رياضات جماعية. لازم أنا بتصور من تخيلي لازم يكون في سيستم للمجتمع، للمدارس، لكل الأندية، الباحات، إنه ناس متخصصين يكونوا يدلوا أو يساعدوا حتى باكتشاف المواهب وبمعرفة كل رياضي إيش أو كل لاعب أو فرد إيش اللي بيناسبه. توعية المجتمع كمان بالرياضة سواء كأسلوب حياة أو كالواحد إنه يأخذها بشكل احترافي. نصيحتي للشباب والجيل الجاي إنه الرياضة بتحسس الواحد بطعم الإنجاز، وهذا الإشي كتير إشي حلو. ممكن دولنا العربية تفتقر لأنه للفرص اللي الواحد يقدر يثبت أو يحس بطعم الإنجاز. فالألعاب الفردية هلأ بدي أحكي، وخصوصا أنا كرياضتي تايكوندو، لما الشخص يحس بطعم الإنجاز ويعرف شو قيمته، بيصير هذا الإشي بحسنه على كل مجالات حياته سواء الدراسية والأمور الأخرى. فالرياضة هي بتغير حياة البني آدم للأفضل. وبمر الواحد طبعا نحكي ups and downs، ومن خلال الرياضة بصير يعرف كيف يتعامل مع الأمور. لا من الوقت، ولكن بدي أنا أهنيكي. أنا عرفت أنك أنت تخرجتي يعني صار عندك رسالة ماجستير، خلصتي رسالة الماجستير في الإدارة الرياضية العالمية من كوريا الجنوبية، جامعة سيول الوطنية. ألف 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 مبروك، ونتمنى لك النجاح وإن شاء الله إلى الدكتوراه يا رب.
في آخر يعني في نهاية هذه الحلقة دانا، اسمحي لي أن أشكرك باسمي واسم نار تي في وباسم كل المشاهدين اللي عم يشوفونا، وأشكرك لأنك لقيت لنا وقت وكانت الحلقة جدا مفيدة. شكرا جزيلا دانا. شكرا لك فادي وللمهندس وللمشاهدين جميعا، وبتمنى دوام النجاح والتقدم لنار تي في ولكل المشرفين عليها. شكرا. أعزائي المشاهدين، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أرجو أن تكون حلقة مفيدة وممتعة. أسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.